علاء مبارك امبارح كتب تغريدة على تويتر بيهاجم فيها الإعلامية لميس الحديد ومعاها بعض الإعلاميين. علاء نشر فيديو للميس وهي بتمدح في الرئيس السابق حسني مبارك وبتوصف إنجازاته وبتقول إحنا ما كناش بنحس بالأمان إلا لما الرئيس مبارك يكون موجود في مصر. علاء كتب تعليق على الفيديو قال فيه: هؤلاء ذو الوجهين، حديثهم شيء وحقيقتهم شيء آخر. طبعاً ناس كتير تفاعلت مع الفيديو اللي نشره علاء ومعظمهم كان بيأيد كلامه، أما الباقي فكان رده على علاء قاسي حبتين. يعني مثلاً واحد منهم كتب يقول: هذه بضاعتكم ردت إليكم يا أستاذ علاء. فعلاء مبارك رد عليه وقال له: ليست بضاعتنا يا عزيزي ولا حتى من على خط إنتاجنا، دي بضاعة تايواني. وواحد تاني علق وقال: عموماً مش بس لميس هي اللي كلامها غير حقيقتها، دول كتير قوي، وثانياً لميس مش هتجيبه من بره يا أستاذنا. أما التالت بقى فعلق وقال: ما تنساش يا أستاذ علاء أنكم أنتم من أحطتم أنفسكم بمثل هؤلاء. فهل كان الرئيس مبارك سيقبل بشخص مخلص ينصحه ويخبره بالخطأ والصواب؟ أنتم فرغتم الساحة من كل المحترمين المخلصين وملأتم الشاشات والوزارات بالمطبلاتية والمغرضين. ما تنسوش تشتركوا في قناة مصر اليوم على يوتيوب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار أول بأول.